أنا سر الزمن والمكان. لذلك في البيعة أنا ماذا أقدم لكم؟ النجم، يعني أفتح لكم باب السماء. كلكم شفتوا مقاطع فوزي الكركري اللي تيقول على راسو شيخ الزاوية الكركرية، كيدير حركات غريبة، كيتبوهل ولابس الدرابل. ولكن غندخلكم اليوم للعالم ديال هذا الدجال اللي تيبان عليه انه كيتعبد وانه صوفي وزاهد في الدنيا بهذوك الملابس اللي كيلبس. ولكن اجي نشوفوا الحقيقة ديال هذا الدجال. فوزي الكركري كتستضيفوا منظمة عالمية أو ما يسمى نادي الروتاري اللي في مدينة شيكاغو الأمريكية. هذه المنظمة اللي كترعى بزاف ديال الأنشطة معلنة وغير معلنة، بحال حماية البيئة، محو الأمية، سلام ومنع النزاعات، بزاف ديال المهام هذه المعلنة. وعندها مهام غير معلنة. الحاجة اللي خطيرة في هذه المنظمة عندها سياسة رسمية للتنوع وإدماج التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بمعنى هي كتنشر إرشادات ترحيبية بالمثلية في العالم كله، كتدعم المثلية. شنو كيدير هاد فوزي الكركري؟ علاش منظمة كتستضيف؟ شنو هو التعاون اللي بيناتهم؟ وشنو هو السلام في نظركم؟ الحقيقة ديال هذا الدجال أنه كدعموا جهات غربية باش ينشر علينا واحد الدين جديد ما عنده علاقة لا بالإسلام ولا بالهوية الإسلامية. كنشوفوه في مقاطع تيقول أن الحياة ملذات، كيجول أغلى مدن العالم، كيعيش عيشة الأغنياء، كيستأجر يخوت بمبالغ خيالية في اليوم الواحد، وكيجي في السوشيال ميديا وكيدير علينا التبوهيل وكيدير راسو راه مدربل وبوهالي وداك التخربيق ديالو. للأسف هادشي هذا راه بدا كيكتر، هادشي كنحسو به منظم. سرعة الأحداث، الموسم مورا موسم، مهرجانات الأغاني، هاد الدجالين اللي كل مرة واحد كيخرج لينا بمصيبة. هذه حرب غير معلنة على الإسلام والمسلمين. وهضرنا على الموسم والشعوذة والشرك وداك الشيء كامل اللي فيه، الأغاني، المنكرات، كل شيء غادي يخرجوا لنا هادو الطريقة الشاذلية، الدرقاوية، البوتشيشية، العيساوية، الكركرية. ولينا كنشوفوا هاد الممارسات الشركية اللي داخله فيها الموسيقى، داخل فيها البدع، داخل فيها الشرك، الانحطاط الأخلاقي. هادشي كامل حنا شنو استفدنا من الموسم؟ شنو استفدنا من الطريقة العيساوية ولا الطريقة الكركرية؟ شنو استفدنا؟ حنا كنعرفوا نعبدوا الله ونتبعوا السنة، حنا ما محتاجين شي واحد يبقى يخربق علينا. ولكن المخطط معروف وبدا كيتكشف للناس. هذه حرب على الدين من الداخل، نشر البدع والجهل والشرك والمثلية، عيساوة، بزاف بعجيبة، هادو كاملين كيبقاو ينقزوا بحال كيتريني وبحال حركات سخينية. هادوك الكلمات اللي تيقولوا غير مفهومة، ولكن إلا ركزتوا مزيان غادي تلقاوهم كيقولوا هو هو هو. شنو هذه؟ ولا تلقاو كيقول حي حي حي، ولا تيقولوا يا رسول الله مدد مدد مدد. شنو هي يا رسول الله مدد؟ يعني يا رسول الله أغثني. علاش انت يا خليتي الله سبحانه وتعالى وبالمدد من رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولا كنلقاهم تيقولوا يا أهل الله، بحرمة النبي يجينا رسول الله. يعني راه كلمات شركية، راه هذا هو الشرك بعينه. بزاف الناس ما كيلاحظوش مع الموسيقى، ومسكم تركزوا في داك الكلمات اللي تيقولوا، راه كلمات شركية، أعوذ بالله. ولا تيقولوا يا رسول الله أغثني، المدد يا سيدي فلان، يا رجال الله. كيفاش؟ شنو هذا الشيء؟ ده ما عنده حتى شي معنى. القرآن باين، الدين ديالنا راه باين. هذا الشيء اللي كنشوفوه راه غير تخربيق. منين إنسان كيطلب المدد من مخلوق بحاله، فهذا هو الشرك بعينه. الدعاء فقط لله والاستعانة بالله. هاد الصوفيين حركاتهم وعباراتهم، الكلمات اللي كينطقوها شركية. خلاصة الموضوع الحضرة، الطرق اللي كيقولوا عليهم طريقة التعبد، سواء كانت صوفية، عيساوة، الحضرة، الطريقة البوتشيشية، الطريقة الدرقاوية، بزاف ديال المسميات في الواقع هي طرق الشرك
طرق الكفر. الكلمات ديالهم كلها ما عندهاش علاقة لا بدين ولا بمدح الرسول، لأن إلا ركزتوا في الكلمات ديالهم غادي تلقاهم كلمات شرك بالله سبحانه وتعالى. هاد الشيوخ اللي تيقولوا على راسهم شيوخ هادوك الزاوية وأنهم أحفاد أولياء الله عندهم دعم داخلي وخارجي. حتى المناسبات الدينية ولات عبارة عن مهرجانات وفولكلور سنوي، حتى في رمضان عوض ليالي العبادة والتقرب إلى الله فهم كيلهيو الناس بالسهرات، المسلسلات، المهرجانات، وما بقاتش طقوس ديال العبادة. كما قلت لكم المناسبات الدينية ولات مهرجانات وفولكلور سنوي، رمضان ما بقاش للعبادة. ما نهضروش على دوك المشركين حتى في رمضان كيمارسوا طقوس السحر والشعوذة على لسان ديال المشعوذين. هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه حرب على الدين وعلى الإسلام، حرب من داخل. إلا بغيتي تهدم واحد المجتمع ما محتاج تحاربوا لا بصواريخ ولا بمدافع، غادي تدمروا من الداخل باش ينشروا لك الجهل والشرك والبدع، ينشروا لك المثلية. هدرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. نصرة الدين من الواجب ديالنا باش الله سبحانه وتعالى كيعطيك الثبات والقوة. عندك تفكروا أن هذا الشيء اللي كنشوفوه هو شيء عادي. فعلا نحن في فتنة آخر الزمان. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الدين. نحاولوا نوعيو الناس ولو بكلمة. خصنا نحاربوا هذه الفئة اللي كتنشر لنا الشرك بالعلن. نحاولوا نوعيو الناس لأن الدال على الخير كفاعله. ولا كان كيعجبكم المحتوى ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. كنتمنى لكم الصحة والسلامة ودوام العافية، ونشوفكم في موضوع جديد، والسلام عليكم.